زي ما احنا شايفين انه اللسان عبارة عن عضلة. لما الجسم بيرتخي اثناء الغيبوبة عضلة اللسان بترتخي، فقاعدة اللسان هي اللي بتنزل تسد مجرى الهواء فتمنع دخول مجرى الهواء المقفول بقاعدة اللسان. نقدر نفتحه بان احنا نحرك الراس بالطريقة دي. ساعتها قاعدة اللسان هتتشد لفوق، مجرى الهواء هيتفتح والهواء يخش ببساطة وما يحصلش الاختناق. طيب نرفع الراس بشكل مظبوط ازاي؟ الطريقة بسيطة جدا، وحركة يا ريت نتعلمها ونعلمها لكل الناس اللي حوالينا. الحركة بمنتهى البساطة، ايد على الجبهة وايد على الدقن. هزق الجبهة وارفع الدقن. خلي بالك الحركة دي لازم تحفظها وتحفظها لغيرك، مش بس عشان اللعيبة اللي بتلعب كورة ولا بتمارس اي رياضة وممكن تتصاب إصابة مباشرة في الدماغ فتفقد الوعي فتبلع لسانها. لا، ده مش بس عشان دول، لكن كمان اي عيان تشوفه فاقد الوعي، اي شخص بيفقد الوعي يغمى عليه في الشارع او يبقى في غيبوبة